في جريمة بتحصل حوالينا بس أغلبنا بيغمي عينه عنها. جريمة ما فيهاش سلاح ولا صوت رصاص، لكن نتيجتها موت أو حياة مكسورة. اسمها تجارة الأعضاء البشرية. القلب، الكلى، الكبد، حتى القرنية كلها بقت سلعة، والإنسان بقى مجرد مخزن أعضاء. في تقرير للأمم المتحدة بيقول إن تجارة الأعضاء غير المشروعة مسؤولة عن حوالي 10% من زراعة الأعضاء في العالم سنويا، يعني آلاف الضحايا وأغلبهم من الفقراء. في مصر القانون واضح وصارم. القانون رقم 5 لسنة 2010 ومن بعده القانون 142 لسنة 2017 بيمنع تماما نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج بشري بمقابل مادي أو بقصد الإتجار. وعقوبة اللي يخالف سجن بيوصل ل10 سنوات وغرامة من نصف مليون لمليون جنيه. ولو الجريمة أدت لوفاة المتبرع فالعقوبة بتوصل للإعدام. وخلي بالك، في مواد بتقول ان اللي يعرف بالجريمه ويسكت عنها او يشوف اعلان عن تجاره الاعضاء وما يبلغش ممكن يتعاقب هو كمان. المصيبه ان في شبكات كامله بتستغل المحتاجين، بيضحكوا عليهم بعقد عمل او بسفر للخارج، وفي لحظه الشخص يتحول من مواطن لضحيه على ترابيزه عمليات. ناس بتدخل مستشفيات وما بتخرجش، او بترجع ناقص عضو ومش قادره تشتغل او حتى تعيش بشكل طبيعي. اكتر حاجه بتوجع مش الالم انك تبيع جزء منك وما تعرفش حتى تباع بكام. بس خليني أوضح حاجة مهمة، مش كل نقل أعضاء جريمة. لو في مريض وعاوز متبرع القانون سمح بنقل الأعضاء بس بدون مقابل مادي وبشروط. أولها أن يكون المتبرع قريب حتى الدرجة الرابعة، وثانيها أن يكون التبرع تحت إشراف لجنة بوزارة الصحة، وثالثها أن تتم العملية في مستشفى مرخصة. أي حاجة غير كده تبقى جريمة تجارة أعضاء، حتى لو بين إخوات او لو في فلوس برضو الجريمه بتتحقق. النداء اللي عاوز اوصله لحضراتكم، لو شفت اعلان مشبوه على السوشيال ميديا لحد بيعرض كليه للبيع مثلا او بيدور على متبرع بمقابل، صور وسجل وبلغ فورا النيابه العامه او الشرطه او من خلال اي رقم لوزاره الصحه. ما تتسهلش، لان بكره ممكن تكون انت او حد بتحبه الضحيه الجايه. جسمك مش سلعه وحياتك مش معروضه في مزاد، وسكوتك مشاركه في جريمه. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.